قد إيه كف الأذى والتوبة عنه ليه بركة في كف شرور الدنيا عنك. على فكرة القوي في اللي أقوى منه، والمفتري في المفتري الظالم اللي أكتر منه. ولعل لحظة الأذى أو الانتقام أو الاستغلال أو الإهانة أو بيعك لإنسان محتاج لك، لعل اللحظة دي اللي انت تراجعت فيها عن الأذى هي أهم لحظة ربنا سبحانه وتعالى هينجيك بيها في لحظة محنة انت لسه ما واجهتهاش في حياتك. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. ساعات الإنسان بيمكن من رد جارح يميط هذا الرد الجارح عن العلاقة. ساعات الإنسان يمكن من موقف غادر يميط هذا الموقف الغادر من العشرة. ده كف أذى عن طريق نفوس الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير جميعا وفي أتم صحة وأحسن حال. أنا رحاب يحيى ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان بإذن الله قناتنا تكبر بيكم. النهارده باذن الله يا بنات معانا روتين على السطح، وزي ما انتم شايفين بقى سطوح مقلوب من امبارح. سبت المنظر ده ونزلت. تمام. كان طبعا عيالي وكان اختي عندي. المهم اتعشينا مع بعض كده متاخر وسيبنا العيال. نزلت كنت خلاص فصلت، نزلت وسبت العيال يكملوا اكلهم. وزي ما انتم شايفين بقى المنظر والدربكه وملوخيه مكبوبه ورز في الارض يعني. تمام. اللهم ديما نعمه يا رب، ويحفظ يا رب كل اولادنا كده ويخليهم لنا ويعيشوا ايه ويبهدلوا الدنيا. المهم بقى الترابيزه دي لسه ما نزلتش يا جماعه. كل شويه اقول لمحمود نزلها لي بس لسه ما نزلتش. بس والله هي حلوه برضو في الاكل فوق. المهم عندي بقى جوزين حمام طلعتهم من الفريزر، وعندي طبق كده فيه كبد وطلعته برضو يلين لحد ما انضف المكان، لان طبعا زي ما انتوا شفتوا المكان والمطبخ عامل ازاي. المكان كله ذباب، فلازم المكان ده ينضف قبل ما نعمل اي اكل وشرب. هنضف المكان كله. كان عندي بقى شويه برسيم. كان محمود جايبها لي ربطه قبلها بيوم، قسمتها ووديتها للفراخ. انا يعني بصوا بحب اكل الفراخ برسيم وكده، بس بصوا من يوم ما جبت الفراخ والبط دي تاني مره يجيب لي فيها برسيم محمود. فالمهم ان شاء الله كده نعلفهم على خير. وتقريبا كده ذبحت رزق كبير من الكتاكيت اللي كنت مربياها يعني. ففاضل حاجات بسيطه برضو هذبح منهم، وهرسي كده الفراخ على 10 فرخات كده للبيت ياكلوا اكل البيت وبرضو لو غلب يعني مش هيبقى مكلف في اكلهم وشربهم، بحيث ان هم يبقوا يبيضوا كده يعني. المهم بقى مسحت بقى الترابيزه والطبليه، بس هم كانوا عايزين يتغسلوا، مسحتهم بس من اللي عليهم وبعد كده هبقى اغسلهم. المهم قلت لكم بقى ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه هعمل ديكور حلو في السطح، وهشيل القماش بتاع رمضان وكده. يا ريت بقى تقترحوا عليا اعمل ايه في السطوح ديكورات. انا يعني حاطه في بالي حاجات، بس عايزاكم برضو تقترحوا عليا وتشاركوني. لو في اي حاجات يعني احطها في السطح وتدي كده منظر حلو انتوا حابين ان انتوا تشوفوها، يا ريت. بتمنى كده، بحلم ان انا اعمل كانون كده حلو على جنب، تمام، في السطوح، بحيث ان انا اعمل عليه اكلات. وبرضو نفسي اعمل شوايه، او مش شوايه، هي اللي هي بالطين برضو، تمام، شبه الكانون كده اهو بس شوايه يعني، فاهمني. نفسي برضو اعملها بالطين. تمام. فانتوا اقترحوا عليا لو في اي حاجه حابين ان انتوا تشوفوها عندي في القناه، فيا ريت تقولوها لي وانا هعملها ان شاء الله. المهم كنت جايله لكم بقى ان انا عايزه اخلي السطوح كده شبيه للديكورات النوبيه والالوان النوبيه وكده. ايه يا رحاب انت لسه لغايه دلوقتي ما خلطتوش؟ لا بصوا، انا عملت اللون اللي هو بيبقى يعني دايما في النوبه، اللون اللبني ده او التركواز الفاتح. عملته كل حاجه، بس لسه في شويه كده حاجات باذن الله هتخلي المنظر نوبي نوبي ان شاء الله. عندي بقى السجاد والمشايات دي ركناهم فوق السطح ليا فتره، هما مضطربين بصراحه خالص وعايزين يتغسلوا، بس ان شاء الله يعني هبقى اغسلهم. هبقى اغسلهم قريب باذن الله. وعايزه باذن الله اجيب حصرتين يكونوا كده كبار، احطهم افرشهم في المكان بعد ما انضف كده وارش المكان يدوا منظر حلو. بس مش لاقيه الرسمه المخططه دي في المقاسات الكبيره. يعني انا عايزاها نفس الرسمه اللي هي المخططه دي في المشايه، تمام. بس تكون في حصير كبير ولون تاني غير كده، الوان اللي هي احمر وفوشيا واصفر واخضر وكده وكل الحبشتكنات دي. فبحب الالوانات الكتير، وكمان هتبقى حلوه في الديكور النوبي. بصوا بقى الضيوف اللي عندي الحلوين دول ما شاء الله لا قوه الا بالله، دول بقى عصافير كوكتيل غير العصافير الاسترالي اللي عندي. فجبتهم من يومين. اختي بقى سافرت راحت لزوجها وكده، ربنا ان شاء الله يسعدها ويهنيها يا رب وتقضي ان شاء الله اجازه سعيده وتيجي بالسلامه. المهم
عندها بقى العصافير الكوكتيل دول، فقالت لي يعني كلفتني بالمهمه دي ان انا ارعاهم واخليهم عندي. قالت لي بصي يا رحاب لو حاجه فيهم ماتت حذرتني وخوفتني، تمام. المهم لو حاجه فيهم ماتت هجيبي غيرها يا رحاب، هتقبل عوض يا دعاء. المهم عشان اخلي بالي يعني وكده. فانا طبعا حطاهم في عيني وحطاهم في الظل وكده، فجات لي ان شاء الله ان هم جربوا يبيضوا، وان شاء الله يبيضوا عندي كده ويبشروا باذن الله، عشان اخد الزغاليل بتاعتهم الصغيره او العصافير الكوكتيل الصغير باذن الله. بصوا بقى، عندي الفرش ده كله عايز يتشال ويتغسل طبعا، بس ايه، هو كل اللي فيه تراب ماشي، بس هو ليه فتره ما اتغسلش. ان شاء الله برضو هبقى اغسله بس مش النهارده. بصوا شايفين الزرعه بتاعت نبات السجاد اللي انا حطاها في الزاويه بتاعت الركنه. دي طلع لي الحمام وركب يعني فوقيها، وكذا فرع اتشالوا منيهم. في فروع رميتها تمام، وبعد كده رحت اتفاجئت بفروع تاني، رحت مقصقصاها. هبقى اوريكم عملت لها ايه وحطيتها يعني في جزازه وكده. عشان تطلع جذور معايا وازرعها من تاني وكده. نفسي بقى الستاره اللي هركبها ان شاء الله الايام اللي جايه اركبها بماسوره، مش عايزه الستاره تبقى مدبسه بدبابيس، لا تروح ولا تيجي تمام. حتى في الهوا كده بتبقى مزاوله في الهوا يعني، فاهمين. ومش عايزاها برضو تبقى طويله مداريه الطوب نفسه، لان الحته اللي في الطوب دي هعمل فيها شغل ان شاء الله حلو جدا باذن الله. المهم بقى عبي الشفشف ميه وهرشرش كده بالراحه المكان، علشان وانا بكنس ما يتعفرش علينا ايه التراب. كل دلوقتي المهمه اللي انا بعملها قبل ما اعمل اي حاجه، عايزه اتخلص من كل الذباب المنتشر بسبب ايه، بسبب الكركب اللي انتوا شفتوها معايا. بصوا بقى الحمامتين دول ما شاء الله لا قوه الا بالله طبعا. انتوا فاكرين الحمام ده كنت جايباه من فتره، فبصوا طلعت لقيتهم قاعدين، لان هم كانوا متعودين بره على السطوح. لقيتهم قاعدين هنا على السبت اللي هو الخوص ده. انا كنت بتمنى ان انا اعمل سباتة اللي هي بتاعه الفاكهه دي، ارصها كده، اعلقها كده بطريقه معينه على السطح تدي ويبيض فيها الحمام. فاكرين الافلام الابيض والاسود بتاعت زمان، لما فيلم السطوح وانت طالع على السلالم تلاقي كده، تلاقي القفاصه وفيها الحمام. انا كنت بحب الجو ده خالص. فانا يعني حاطه في بالي ان شاء الله هعمل الحوار ده في السطح، بحيث ان في حمام معين يتعود ان هو ده مكانه ويبيض فيه. بحس كده بطاقة حلوة وإحساس حلو لما بشوف المنظر ده. فلما طلعت اتفاجأت لقيت الحمامتين دول واقفين فين، واقفين على السبت الخوص. فقلت لهم انتوا عايزين تفرحوني والله. ومن يومين كنت قاعدة بغسل مواعين وراحوا جم عندي يعني في الحتة اللي هي فيها الجزاز اللي هناك اللي فيها الزرع دي، وبقوا واقفين لحد ما خلصت. والله بقيت اتكلم معاهم وفرحانة، قلت لهم انتوا اكيد عايزين تفرحوني. ففي حاجات بتحصل بتخلي الواحد يعني ايه، يستمد طاقة كده إيجابية منها وبيفرح. فدايما بقول لكم اعملوا حاجات تستمدوا منها طاقتكم وتخليكم كده فرحانين. بصوا بقى، انتوا دلوقتي طبعا شفتوا الدنيا ليل، انا عملت ايه؟ انا نظفت المكان ونظفت اللهم صل على سيدنا محمد المطبخ وخليته زي الفل. فكان عندي كيس ممبار باقي من كيس كبير من فتره، فكنت حاطاه في التلاجة بعد ما تعبت في الفريزر، فطلعته على اساس ان هم شويه قليلين وكده. فطبعا تعبت فيهم، وقفت لقيتهم كتار وتعبت في تنظيفهم زي ما انتوا شفتوا، نظفتهم وخليتهم زي الفل. والمهم بقى، وجهزت بقى الرز برضو قبليها في النهار، كنت ناوي اصلا اعمل حمام في النهار. بس محمود قال لي انا هاكل اي حاجه عشان مستعجل ومعايا شغل، فخلي الحمام ده بالليل. المهم بقى هوريكم دلوقتي بقى الحمام. انا طبعا عملت معاكم الحمام قبل كده، رز الحمام، فلو كده وحابين هخلي لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع رز الحمام في صندوق الوصف، يا اما ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني باذن الله الجايات اكتر من رحلات باذن الله. بصوا بقى ان انا كنت عاملاها في النهار فالرز متكتل فيها، بس عادي يعني هفكه بالمعلقه. طبعا عشان كان الرز برد فعشان كده مسك في بعضه. المهم عملته كده بالمعلقه. جبت بقى الحمام اللي انا مسقسقاها كويس ما بين الصدر. بصوا بقى، اهم حاجه بالراحه كده تسقسقوا الحمامه ما بين الصدر كويس، عشان تعرفوا تحشوها ناحيه الصدر والحوصله بتاعتها كويس. بصوا بقى، انا رز الحمام بديله 3/4 سوا. يعني تقدر تاكليه كده هو عادي. بيبقى حلو جدا ومش بيتعجن جوه الحمام ولا حاجه، ومش بيخلي الحمامه تتفرتك، بتحشي الحمامه زي ما انت عايزه من اولها لاخرها تمام. ومش بتتفرتك معانا. فالمهم حشيت بقى بطن الحمامه من الداخل وحطيت رقبه كده قفلت بيها الحمامه بحيث ان الرز ما يطلعش من بره. وهاتك بقى يا رز، حشيت الحمام كويس خالص عند الصدر والحصله. هتشوفوا دلوقتي الحمامه معايا بعد ما اتحشت بقت عامله ازاي. الرز الطيب 3/4 سوا بيضمن لك ان الحمامه ما تفرتكش معاكي، بيضمن لك ان انت بتخلي الحمامه بالحجم اللي انت عايزاه بالحشو اللي انت عايزاه تمام. مش تتفاجئي بيها بعد ما تحشي ان لا انت كانت عايزه حشو زياده او عايزه حشو اقل والكلام ده.
لا، بتاخدي راحتك خالص بدون ما تكون يعني بدون ما تخافي منها. بصوا بقى الحمامه ما شاء الله لا قوه الا بالله، بطايه كده في نفسها، الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. كتفت بقى الجناحات بتاعتها كده من ورا، بيبقى منظرها كده حلو. والمهم بقى هحشي الكميه كلها. هتشوفوا بقى الكميه بعد ما حشيتها دلوقتي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الصينيه طبعا كبيره زي ما انتم شايفين. بصوا المفروض ان الحمامتين ياخدوا كوبايتين رز، ما شاء الله خدوا كميه كبيره من الرز. إيه، هو ده بقى الرز اللي اتبقى معايا. تمام. هحشي بيه ان شاء الله شويه ممبار وكده. بعد ما الميه غلت هنحط بقى فلفل اسمر، وهنحط معلقتين ملح عشان الحله كبيره. ونحط بقى الحمام على طول. بعد ما تحطوا الحمام ما تقلبوش فيه عشان ما يفرتكش معاكم. بصوا بقى ساعه الا ربع على الساعه بالظبط والدقيقه تطلعوا الحمام، هيطلع معاكم طيب ما شاء الله، ومش متفرتك ولا اي حاجه. اعملوه بالطريقه دي وطيب الرز 3/4 سوا، وهيعجبكم جدا ما شاء الله. زائد ان مش هتلاقوا الرز معجن ولا حاجه. بصوا الاكله يعني من ضمن الاكلات اللي انا معترفه بيها بنفسي ان انا بعملها ما شاء الله تحفه، وبتطلع جميله جدا من ايدي، هي الحمام. وباذن الله الايام اللي جايه ان شاء الله هطلع اوردرات حلوه كده من الحمام بتاعي باذن الله في الجروب بتاع الاكل البيتي بتاعي. دعواتكم ليا بالتوفيق. بصوا بقى الحمام ما شاء الله لا قوه الا بالله، شايفين الجمال؟ بصوا فاكرين المسلسل بتاع فطوم لما كانت تقعد تاكل الحمام كده وتعمل لنا اغراء وتغيظنا؟ هو ده بقى حمام فطوم، والله احلى كمان من حمام فطوم. السر بقى في التحميره بتاعت الحمام دي ان انت بتعمليه. طبعا ناس كتير عارفه السر ده، يعني هو مش سر ولا حاجه، بس في ناس ما تعرفش المعلومه دي، وانا كنت من ضمن الناس. ففي واحده صاحبتي حبيبتي اسمها منى حسام، ربنا يا رب يديها الصحه ويشفيها شفاء يا رب لا يغادر سقما، هي اللي جت لي على المعلومه دي. بتعمليها بتحطي معلقتين لبن في طبق، وبتمسحي يعني بالفرشه على الحمامه او بالمعلقه كده على الحمامه لبن، وتحطيه بعد كده في الزيت. في ثواني هيديك اللون الجميل ده. حتى الممبار حشيها بالرز الابيض وحمرته برضو بالطريقه دي، اداني تحميره حلوه خالص ما شاء الله. والممبار برضو طعامه مفيش بعد كده. بالرز بتاع حشو الحمام تحفه جدا ما شاء الله. جربوه برضو بالرز الابيض هيعجبكم جدا. اغلب الناس بتعمل بالرز الاحمر، بس انا ساعه بعمله كده وساعه بعمله كده. دلوقتي بقى ما شاء الله بقى شوفوا ايه الجمال ده بنت رحوبه ده. بصوا بقى انا مزهقاكم من الاسدال النبيتي وبالاسدال اللي هو ابو ورد ده. بس والله طبعا الاسدالات بتبقى ستره بتبقى سترة يعني في الفيديوهات، وانا مش معايا اسدالات كتير، فان شاء الله عايزه اجيب اسدالات تكون خامتها قطن وفسكوس كده، حاجه حلوه طريه، وتكون القصه نفسها بتاعت الاسدال حلوه كده وسترة في الفيديوهات. تمام. انا طبعا ما شاء الله معايا هدوم كتير وحاجات حلوه كتير، بس يعني بلبس حاجات معينه اللي هي بلاقيها كده يعني فيها سترة في التصوير. المهم بقى بصوا الحمام ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني حاجه كده تحفه. بصوا بقى هقطع لكم حمامه قدام الكاميرا، والرز بتاع الحمام ما شاء الله مستوي جدا، مش معجن ولا حاجه، وطعم الحمام وهم، اللهم بارك يا رب، ويحسن ما بين ايدي وايدكم دائما يا رب. والممبار طبعا حكايه بالرز بتاع برضو حشو الحمام تحفه، جربوها هيعجبكم خالص بالطريقه دي. بصوا بقى هنا كنت بصور صور مصغره وعيوني كلها تعب، اكيد هتلاحظوا التعب ده في عيوني، تعبت جدا والله. بس عايزه اصور طبعا صوره في الفيديو، تمام، بدل ما انا كل شويه بحط لكم صور قديمه. فدعواتكم ليا بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يكرمنا واياكم بكل خير يا رب. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك يرفع الفيديو، وتعليق حلو كده يشجعنا ان باذن الله نقدم محتوى افضل. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجايه. ربنا ان شاء الله يكرمنا واياكم بكل خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.